اسمعوا ده يا جدعان هتعجبكم. او بيقول لك واحد كان بيشتكي من ميه الخزان بتاعه عشان ماسوره حديد فالميه بتنزل صفرة، فقال لمراته بقول لك ايه، احنا نطلع نغير الماسوره الحديد اللي فوق بتاعه الخزان دي عشان بقت تنزل الميه صفرة في الحنفيه، فاحنا نركب مكانها واحده بلاستيك. فقالت له خلاص ماشي يا حبيبي. قال لها بص انا هسبقك انا فوق وانت عارفه الجو ليل وكده، فانت هات الكشاف والحقيني. المهم الراجل طلع على السطح وبيحاول يفك الماسوره، الماسوره الحديد مش عايزه تفك. يحاول يفك الماسوره حديدها مش عايزه تفك. فمراته طلعت فبتقول له ايه الاخبار يا حبيبي؟ قال لها يا ستي والله عمال افك في الماسوره حديد، الماسوره حديد تحس ان هي صدت مش عايزه تفك خالص، انا عرفت ان هي الميه بتيجي صفرة. فقالت له خلاص ماشي يا حبيبي انا هدور لك بالكشاف اهو وانت حاول تفكها. فالمهم برضه الراجل عمال يحاول مش عايز تفك، فقال لها بعد اذنك انزلي جيبي لي مفتاح وتعالي كده نجرب. فقالت له خلاص ماشي. فهو معلم ايه، مراته جابت له المفتاح وبرضه بيحاول يفك في الماسوره مش عايزه تتفك. فقال لها بقول لك ايه، ما تنوري لي بالكشاف عدل يا ستي، شكلك انت اصلا اللي مش منوره عدل فانا مش شايف حاجه. فقالت له خلاص ماشي يا حبيبي انت هتجيبها فيا ماشي هنور لك اهو بالكشاف عدل. فيا معلم ايه، فضلت ماسكه له الكشاف وفضل ايه هو برضه يحاول مش عايز يتفك. فمراته قالت له بقول لك يا حبيبي بعد اذنك ممكن تديني انا احاول اجرب انا افك الماسوره يمكن تتفك معاه. فقال لها ازاي يعني انا بقالي ساعه عمال احاول افك فيها ومش عارف وانا الجامد والراجل ومش عايزه تفك معايا وانت هتفك معاك انت. فقالت له يا عم تديني احاول انت هتخسر حاجه؟ فقال لها خلاص ماشي يا ست هات الكشاف انا انور لك انا. فالمعلم بيقول لك اول ما هو مسك الكشاف وهي جايه بتمسك الماسوره تعمل كده الماسوره اتفكت. فهو اتضايق قوي اتعصب قوي قال لها شفت يا بهيمه مسكت الكشاف صح اهي. الله يكسب